السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة تريليتشا، وهي كيكة طعمها حلو وجميل جدا. معايا المكونات بسيطة جدا ان شاء الله تكون سهلة معاكم: 250 جرام دقيق، 220 جرام من السكر، 30 جرام من النشا، 6 بيضات، معلقة صغيرة ملانة محسن جل، فانيليا، ربع معلقة صغيرة ملانة بيكنج باودر، نص كوباية من المية. معايا صينية ومبطنينها بورق من الزبدة. هنحط كل المكونات دي كلها مع بعضها عشان احنا حاطين محسن من جل، فهنحطهم مع بعض ونضربها ولحد ما تاخد فوليوم وتعلى بالشكل ده. واللون هيفتح كمان، يعني اللون هتبقى لونها مصفر في الاول، بعد كده هتاخد لون ابيض. بعد كده هنفضيها في الصينية وهندخلها في فرن درجة الحرارة عالية مسبقا 180 درجة لمدة نص ساعة، نختبرها قبل ما نطلعها طبعا. هي كده طلعت معايا، هي هشة الحمد لله وجميلة. هنسيبها شوية تهدى وبعدين نغطيها بفوطة لحد ما نيجي نشتغل فيها تاني. دلوقتي كده هنضرب الكريم شانتيه، والكريم شانتيه معايا هنا 100 جرام من الكريم شانتيه، عليهم معلقتين من السكر البودر. هنضيف عليهم المية حبة بحبة، ومش هنزود السكر علشان كده كده هنعمل طبقة من الكراميل، وفي الحالة اللي زي ده هيبقى السكر زيادة جدا على الكيكة، فنحاول ان احنا نظبط السكر بقدر الامكان. كده هنضربها حبة بحبة، نحط المية حبة بحبة، كل ما نحس انها تقيلة نزود حبة مية، حبة صغيرين بحبة صغيرين، لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. والمية طبعا تكون مية ساقعة مثلجة. لحد ما نوصل للقوام اللي احنا هنعوزه، وهنركنها على جنب لحد ما نعمل طبقة الكراميل. طبعا هنحطها في التلاجة. دلوقتي هنعمل طبقة الكراميل. معايا كوباية لبن دافي، معايا كوباية من السكر، معايا معلقة كبيرة من الزبدة، معايا معلقة صغيرة من النشا ملانة طبعا. هنحط السكر على النار وهنسيبه يكرمل. احنا مش هنقلبه بأي حاجة، احنا هنقلبه هز كده للجزرونة اللي فيها السكر وخلاص، لحد ما ياخد اللون اللي احنا عايزينه. نضيف ليه معلقة الزبدة لحد ما تدوب خالص الزبدة، نقلبها كويس لحد ما تدوب خالص الزبدة مع السكر. لأننا نقلب فيها لحد قطعة الزبدة ما تروح خالص مع السكر. بعدين هنطفي النار ونضيف نص كوباية الحليب، والنص التاني هنضيف عليه معلقة النشا حبة بحبة. ولازم نرفعه، لازم نطفي النار تحته عشان ما يتحرقش، لأن لسعته صعب جدا. هنضيف حبة بحبة ونقلب كويس جدا. هو هيتقل وهيكرمل السكر، بس ما تخافيش هو هيفك تاني لما نرفع عليه النار مرة تانية. عندنا نحاول ان احنا نفك فيه كده، وبعدين هنضيف له بقية اللبن والنشا. نقلب فيه كويس جدا جدا لحد ما يفك. وبعدين هنصفيه. كده احنا بنضيف اللبن والنشا وهنقلب فيه لحد ما كل الكتل بتاعة السكر دي تدوب. احنا ولعنا عليه النار طبعا لحد ما يوصل معانا يبقى بالشكل ده. نقلب فيه لحد ما ياخد القوام اللي احنا عايزينه،
وبعد كده هنصفيه، وده المتبقي منه. ودي الكتل اللي فاضله، طبعا ده هنرميه وهنستخدم اللي في الطبق. هنيجي بقى للكيكه بتاعتنا. الكيكه كده كويسه وهشه ومستويه كويس. هنخرمها باستخدام خله او شوكه. هنخرمها كلها، نخرم من الاربع جوانب والنص، عشان لما نيجي نسقيها الحليب. احنا معانا كوبايتين كبار حليب، كل كوبايه فيها معلقه من السكر، وممكن تسقيها اكتر من كده لو انت تحبي فيها طعمة الحليب يعني. وهنسقيها كده كوبايتين من السكر، انا بستكفي بيهم بصراحة، لان ما بحبهاش يكون الحليب بتاعها زيادة، لكن اللي حابب انه يزود كمان كوباية ممكن يزود. كده هنسقيها بالحليب وهنسيبها شوية، وبعدين هنجيب الكريمة وهنفرد طبقة الكريمة على الكيكة. تبقى بالشكل ده. خلصناها، فردناها. هنفرد بقى طبقة الكراميل، وهناخد معلقتين من الكريم شانتيه، هنخففهم بمعلقة من اللبن، ونحطهم في كيس تلاجة ونعملهم خطوط بالشكل ده. وبعدين بالخلة كده نروح خطوط عرض، خطوط رايح جاي، يديك الشكل المعهود للتريليتش. وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا الله. كده بقى هنسيبها نحطها في التلاجة لحد ما نيجي نقدمها. كده بعد ما بردت وقعدت اكتر من ساعة في التلاجة، ساعة 2، قطعناها بالشكل ده، وبألف هنا وشفا. وعلى فكرة ممكن المقدار ده نعمل منه كيكة اسفنجية مقدار 24، لو احنا عايزينها عالية نقطعها تلات ادوار، او 26 وتبقى طبقتين كويسة.